زي ما انتم شايفين جبت حله كبيره هحط فيها مقدار ربع كوبايه رز وهمله ربعها ميه. طبعا تقدروا تزودوا الرز لو انتم بتحبوا الرز بلبن مليان رز. يلا بينا بقى اوريكم اهو ربع كوبايه الرز وربع الميه، وحطيت الحله على النار. وطبعا لازم توصلوا لدرجه سوى معينه بالنسبه للرز، يوصل لكده مفيش سوائل. في الحاله دي بتحطوا اللبن وبتسيبوه يغلي كده، وما تنسوش السكر والفانيليا. وهنا اهم خطوه وهي خطوه تحضير القوام بتاع النشا. انا بدوب النشا في لبن، في ناس بتدوبه في ميه، وهحط كمان كريمه الحلويات، لان لو في طبعا عندكم قشطه تلغي الكريمه بتاعت الحلويات. بعد ما بتضربوا اللبن مع النشا مع كريمه الحلويات بتقلبوه كويس جدا وبتصفوه. طبعا انا عامله 2 كيلو فانا حاطه 3 معالق نشا. تقدروا تزودوا النشا حسب القوام اللي انتوا بتحبوه. في ناس بتحبوا القوام شبيه للمهلبيه، في ناس بتحب الرز بلبن يكون تقيل كده، فتقدروا تتحكموا في درجه النشا. تعالوا بقى اوريكم لما بنصفي ايه اللي بيطلع في المصفى. حبه كلاكيع كده احنا في غنى عنها، فبنخلي الخليط متماسك. طبعا الرز مع اللبن بيغلوا شويه قبل ما احط النشا. حطيت هنا النشا واسيبه يغلي، وانا هنا وصلت للقوام اللي انا عايزاه من التقل، فحطيته في العلب. وما تنسوش لو عايزين وش الرز بلبن يبقى مكرمش اقفلوا العلبة وهي في التلاجة. وما تنسوش لو عجبكم الطريقة دي اللايك والفولو، وتدعموني وتقولوا له تحبوا تشوفوا ايه تاني في الكومنتات.